والاحمر امام الابيض. يضغط على طول تاني الاهلي، محاوله تسديد من فتحي، غير رايه تاني عن طريق شكري، بيلعب مش على عدلته، شكري والعرضيه دياكيتا داوود والهدف. الهدف يجي نتيجه خطا، سبحان الله. هو شكري يشكر جماهيره، والاهلي يتعادل تعادل في توقيت قاتل. قلت لحضراتكم الاهلي عنده عادات وعنده تقاليد، وفريق له حضاره، وفريق له رشاقه، وفريق عنده زيزو، وفريق عنده تبديل ثالث. اذا الورقه الثالثه بتاعت شكري، والحظ غاب عن الاهلي. 91 دقيقه والله لما الحكم رفع ال6 دقائق قلت الاهلي على الاقل يقدر يتعادل، لان 6 دقائق في عرف كره القدم، في اصرار كره القدم، في عدم توفيق دياكيتا داوود في اللقطه الاخيره في كره القدم في مرمى معقل المقاولون، يقدر شكري يسجل هدف التعادل الجميل. اذا الاهلي يتعادل ويرجع للقاء، ومتبقي 4 دقائق، ادي الحكم على طول هنا ياسر محمود. قلت لحضراتكم 12 تعادل حضروا، انما شوف الحظ والتوفيق هنا. دياكيتا داوود هل واقف صح ولا لا؟ ممكن يكون ضيع النجمه، ممكن يضيع النجمه عليه. هنا انتظر ان الراجل يعمل عرضيه، لكن شكري الحظ والتوفيق يخدمه ويبعتها على طول في الثمانيات، تروح عاليه خطيره في المقص، صعبه جدا على دياكيتا وحتى على كاسياس، خطيره جدا للاهلي. يتعادل الاهلي في توقيت اكتر المحتاجين ليه جمهور النادي الاهلي، باقل الخسائر من طموح المقاولون العرب، الطموح الكبير للمباراه. انما ما كانش ينفع المقاولين يدافع كل هذه الفتره. انا من وجهه نظري طرد اللاعب وطرد المدافع تجاني شمس الدين لعب دور عكسي وسلبي على نادي المقاولون العرب. عبد العزيز